MBS. يو انت زعلت يا بيبي؟ يعني انت ما استحملتش هزاري التقيل على التيك توك ومطلع الذباب الإلكتروني يعمل حملة للسعوديين لمقاطعة التيك توك على منصة اكس اللي هي كانت تويتر. طب انا هجيلك هناك يا حياتي، هتعمل ايه بقى؟ هتروح تعمل حملة فين تاني؟ لمقاطعة ايه تاني؟ بص يا ابني، بص يا ابني، احنا مصريين. عارف المصريين دول ايه؟ انا هفهمك. انا المصريين دول ايه؟ المصريين دول وانا في 5 ابتدائي اول مرة كنت اروح عند الاهرامات. وقفت قدام طوبة واحدة، حجر واحد من الاهرامات، وزنه طن. كل حجر في الاهرامات وزنه طن. مدرس بتاعنا اللي هو اكيد علم برضو جدودك القرايه والكتابه قال لنا ان دول كان بيجوا من اسوان، 1000 كيلومتر من بين مصر وبين القاهرة الجيزة لأسوان. تخيل بقى كانوا ازاي بيقطعوها بأي تولز، وكانوا ازاي بيحملوها على الشيبس، وكانوا ازاي بيجيبوها لغاية الجيزة، وكانوا ازاي بينزلوها. القصة القصيرة الفظيعة دي ادتني قوة، وخلتني أحس إن قد إيه جدودنا عظماء، فخلتني اعرف ان مفيش حاجه مستحيله. وانا بحكيها لك النهارده عشان تعرف ان المصريين هيفضلوا وراك لغايه ما يخلوك تجري ورا عربيه الرش في الشارع، انت والذباب الالكتروني، يا اما تدخل في السلم كافه وتسيب ارضنا. والقصه دي المغزى ان انا قلتها لك كمان عشان تعرف ان احنا هنتعامل معاك كمحتل، واحنا بقى ايه اللي يحضر عفريت يا يعرف يصرفه يا يتحمل قرفه. واحنا عفاريت رزل قوي، 120 مليون عفريت، الا طبعا العرس اللي انت مشغله.